السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أصدقائي سنتعرف على أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. إنها من السابقات إلى الإسلام. إنها صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة. إنها الكريمة السخية. إنها التي قالت عنها أم المؤمنين عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة. فهيا بنا مع مقتطف من سيرتها العطرة التي تطيب بسماعها القلوب. سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية هي ثاني زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أمهات المؤمنين ومن السابقين الأولين في الإسلام. ولدت في مكة في عائلة قرشية. كانت زوجة للسكران بن عمرو، وهاجرت معه ومع أخيها مالك بن زمعة إلى بلاد الحبشة. رجعت سودة مع زوجها إلى مكة، فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة. بعد موت زوجة النبي محمد الأولى خديجة بنت خويلد، عرضت خولة بنت حكيم على النبي أن يتزوج سودة، فكانت أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة. وكان زواجها في شهر رمضان في العام 10 من البعثة النبوية، وزوجه إياها أخو السكران حاطب بن عمرو. ثم هاجرت إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة. شهدت غزوة خيبر وحجة الوداع، وحجت ولم تحج بعد وفاة النبي، ولزمت بيتها حتى ماتت. وذكر أنها أول أمهات المؤمنين وفاة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت بكرمها فأرسل إليها عمر بن الخطاب بغرارة من دراهم ففرقتها على الفقراء كلها. كانت السيدة سودة ممن نزل فيهن آيات الحجاب، فكانت أشد النساء تمسكا بالحجاب. وروي أنها في ليلة من الليالي قد خرجت في قضاء حاجة لها، وقد كانت رضي الله عنها امرأة طويلة الجسد فارعة الطول مميزة عن النساء، فلا تخفى على كل من عرفها. فرآها في ليلتها عمر بن الخطاب فقال لها: عرفناك يا سودة. فنزلت الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. حجت السيدة سودة في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن توفي لم تحج السيدة سودة بعده، ولزمت بيتها حتى حان أجلها. توفيت رضي الله عنها في أواخر عام 54 هجرية، حيث قيل أنها جلست في حجرتها قرابة 44 سنة. وقد توفيت في نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، وقيل أنها دفنت في البقيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودمتم في رعاية الله.